منتخب مصر يتعادل مع منتخب غينيا 1-1، ومنتخب مصر يرفع رصيده في المجموعة ل10 نقاط وبيتصدر مجموعته في تصفيات كأس العالم. منتخب مصر فنيات مفيش، منتخب مصر بيلعب باجتهادات اللعيبة، فرديات اللعيبة. المباراة الثانية الرسمية للكابتن حسام كسبنا بوركينا في القاهرة وتعادلنا مع غينيا بره. كنا نقدر نكسب المباراة دي بكل سهولة، ولكن زي ما بيقولوا نقطة أحسن من مفيش. بنستقبل هدف غريب جدا الشوط الأولاني، خطأ من نص الملعب وخطأ دفاعي رهيب جدا صراحة، يعني خطأ غريب. لعيبة بتتمشى في نص الملعب، محدش بيضغط عليها، ودخلوا ال 18 محدش ضغط عليهم، وعملوا اللي هم عاوزينه وبيجيبوا الجون الأولاني. شوط أول منتخب مصر كان بيحاول يلعب كورة لكن ما كانش فيه خطورة، يعني على فترات كده يمكن نجابها ناحيه زيزو ومحمد هاني الى حد ما كانت تقدر تقول ان هي كانت بتحاول تتحرك بشكل كبير. بين الشوطين الراجل خرج محمد هاني وبينزل امام عاشور، زيزو بيلعب ناحيه اليمين وامام دخل في النص، وبدا المنتخب يلعب كور يمين وشمال، وبدا المنتخب تحس ان بدانا نلعب شويه كوره. صلاح بدا يتحرك، زيزو عمل عرضيات كتير ناحيه اليمين، بدا يبقى في شغل كويس من المنتخب لحد ما الحل جه من عند الراجل ده محمد صلاح. الراجل بيدخل بيقطم لعبته المعتاده وبيحط الكوره جون عشان منتخب مصر يتعادل. كان ممكن تدوس، كان ممكن تضغط، كان محمد صلاح النهارده كان كويس بخبرته، قدر يجيب لمصر نقطه، لكن كان يقدر يجيب جون كمان او جونين كمان. نزل ناصر ماهر في وقت ضيق، وقت قليل، عمل خطوره كنا هنكسب بعد نزول ناصر ماهر. تخيل بقى ناصر ماهر ده لو ينزل مثلا في الدقيقه 75 كان هيبقى شكلك عامل ازاي. احمد امين ما عندوش الخبرات انه يبقى موجود بعد اصابه مصطفى محمد، نتمنى له يا رب السلامه. نزل ناصر ماهر غير لك شكل اللعب وبدا يضغط وخش وعمل لعب كوره لصلاح المفروض جون 100%، ولكن سوء الحظ الكوره ما جاتش جون. لكن وجود ناصر من بدري كان فرق. امام لما نزل حرك الملعب الى حد ما شويه، زيزو لما راح ناحيه اليمين بدا يعمل عرضيات كتير، بدا يبقى في شغل في الملعب الشوط الثاني وبدا شكلنا يختلف. غينيا بدات ترجع لورا، ولكن زي ما بقول لكم كابتن حسام حسن محتاج يراجع نفسه في التغييرات، ومحتاج يراجع نفسه في قرايه الملعب وقرايه الجيم بشكل جيد. الناس مره تقول لك هو انت مين عشان تقيم يا كابتن؟ يا عم انا مش بقيم حد، بس احنا بنتفرج على كوره وشايفين ايه اللي بيحصل في الملعب. انت كمشجع شايف ان في حاجه، يعني ناصر ماهر من الماتش اللي فات قلنا بعد خروج زيزو وخروج امام عاشور كنت محتاج لعيب زي ناصر يزق الفرقه لقدام. النهارده لما ناصر نزل حوالي 6 دقايق قلب الماتش حرفيا، قلب الماتش حرفيا. اللعيبه اللي بتلعب كوره انت محتاجها بشكل كبير، على الاقل ربع ساعه في الماتش يا اخي. ده انت محتاج الماتش تكسب، كل ما تكسب ماتش كل ما بتقرب لفوق، ولكن قدر الله ما شاء فعل. معلش يا كابتن حسام، نقطه احسن ما فيش، ان شاء الله اللي جاي افضل باذن الله. ترتيب المجموعه: مصر ب10 نقاط، غينيا بيساو 6، بوركينا 4، سيراليون 4، اثيوبيا 3، وجيبوتي بنقطه وحيده. كل الدعم والتوفيق لمنتخب مصر باذن الله في اللي جاي، وان شاء الله نصعد كاس العالم باذن الله.